اليوم 18 كانون الأول هو اليوم العالمي للغة العربية. هاللغة اللي شوي شوي في كتار عم بيقولوا انه عم نضيعها، عم ننسيها، عم تتحور، ما بعرف شو عم بيصير فيها. انما لهالمناسبة وحتى نقدر انه نحافظ عليها اكثر، ضيفتنا اليوم بولين حداد، مؤلفة ومخرجة مسرحية النجم العربي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. قديش بهمك انه نحافظ على هاللغة العربية لحتى عم تعملي لها مسرحية؟ كثير عن جد، ومن هون اصلا انطلقت الفكره. انا حسيت كثير خاصة يعني الجيل الجديد كثير عم يبعد عن اللغة، يعني إن كان بهلا وجود الإنترنت، التشانلز كمان اللي أكثر بتبث برامج باللغات الأجنبية، فالولد ما عم يعني ما بقى عم بيطالع، ما بقى عم يقرا اللغه الفصحى. فمن هون طلعت فكره انه لا، لازم نرجع نحن نحببهم بهيدي اللغه اللي هي لغتهم الام واللي لازم يتمسكوا فيها. بس الحلو انه عاملينها بطريقه هيك مودرن واوريجينال. انا بس بدي احكي شوي قبل ما توصلي، يعني الريسيرش اللي عملتيها تنعمل هاي المسرحيه. شو لقيتي؟ قديش الامور عن جد انه صعبه بما يختص يمكن ما بعرف بالاولاد ولغتهم العربيه؟ من اي اعمار ببلشوا شوي تتأزم هن واللغه الفصحى؟ يعني بحس انا بصير في ازمه يعني مع القواعد مع الهيك، بس الاشياء تصعب بصيروا بحسوا انه يعني لا، يمكن لازم نبعد عن هالموضوع. مزبوط. يعني هي بس لك الولد من اول ما يفوت على المدرسه اصلا مش لقت كثير اللغه العاده الدارج العربي. كلهم اهاليهم بالبيت او من وراء قلت لك المحطات الاجنبيه عم بيكونوا يا فرنش يا انجلش عم يحكوا. فالمعاناة بتبلش من لما يفوتوا من المدرسة، وبعدين لما يبلشوا عم يتعلموا اللغة العربية عم بيلاقوا صعوبة، انه هي صعبة منا هينة يعني تا يلقطها، خاصة انه جاي كمان من اكسنت اجنبية، فعم بيكون في صعوبة انه يرجع يلقط اللغة. فمن هون انا بنحبذ انه يكون في مسرحيات او يكون في قصص يعني جديده متطوره باللغه العربيه، يمكن قصص مسجله، افلام. يعني عم جاي تشتغلي مع حنان او انت هيدي يعني تجربتك الوحيده هلا بلشتي فيها؟ لا، هي فعليا ما كانت تجربتي الوحيده. هي بلشت الفكره من قبل، سبق وعملت مسرحيات. طلب مني مهرجان كان فيه بأبو ظبي، وكانوا عم يتناولوا موضوع اليوم العالمي للغة الأم كمان اللي بتحكي كمان عن اللغة العربية. فكان في كثير، وعملنا المسرحية وكانت كثير ناجحة. فمن هون طلعت فكرة إنه إيه، ما مزبوط، لازم دايما نشتغل لنشجع هذا الموضوع، يعني مش تكون مرة وخلص نوقف يعني. طيب هالموضوع هذا لحاله بيكفي يعني انه هيك، او لازم ينشغل على عده اصعده؟ يمكن لازم اكثر مع المدارس تفوتوا، يعني تنعرض المسرحيه تروحوا كمان لعند الاولاد انتم؟ اكيد ما بعرف اكيد. يعني هلا نحن بهمنا يجوا يحضروا المسرحيه او نحن نروح لعندهم، لانه فعلا رح تكون عم تشجعهم وتحببهم بلغتهم العربيه بطريقه كمان، بطريقه الاغاني، بطريقه الموسيقى. ففيها هيك اشياء حلوه، مش انه بس يلا انه مثل كانك صف قواعد او شيء او هالقد كثير جدي. اعطونا كل الابجديه من ايه يعني في حتى غنيه عن الاحرف الابجديه، فبيتعلموها بطريقه كثير مهضومه. وبذات الوقت اكيد انا انه بدعي المدارس او حتى الجمعيات اللي بتعنى بهذا الموضوع، اللي بتهتم باللغه العربيه، كمان يهتموا بموضوع المسرحيه وبالمطلق بشكل عام. يصير في نشاطات اكثر، محترفات، انيميشنز تهتم باللغه العربيه. مين عم بيكون معك يعني بالمسرحيه؟ مين فريق العمل اللي ساعدك فيها حتى؟ هلا المسرحيه من تاليفي واخراجي، وفي ممثلين تقريبا نحن في بالاكيب 8 ممثلين، كلهم خريجين معهد الفنون الجميله، يعني كلهم باك جراوند تمثيل. وفي كمان اختي اللي هي كمان بروديوسر، سو هي كانت مستلمه اداره المشروع. وحاليا اسمها نرمين حداد. وحاليا نحن اللي كمان عم يستلم اداره الانتاج والتسويق والميديا وكل هالموضوع، واللي هو عم يتصل كمان بالجمعيات والمدارس، استاذ جورج الزغبي. فهو مهتم اذا بدك بتسويق على المسرحيه ولا هيدا الموضوع بشكل عام، يعني تسويق اللغه العربيه. الاغاني، عم تقولي لي الاغاني، التاليف والموسيقى التاليف يعني تعاوننا صراحه في اختي بالموضوع، يعني هي كمان بتالف. والالحان سدريك قيم هو اللي
يعني ألف الموسيقى، موسيقى كتير حلوة ووزعها. النجم العربي يعني مين النجم اللي يعني بيكون ذا ليتل بالمسرح؟ Arabic ستار. النجم يعني لأنه البنت اللي بالبطلة المسرحية هي بتكون حلمة مثل كل هلا الجيل هيدا بحبوا يصيروا ستارز معروفين مشهورين فنانة معروفة. فمن هون يعني بتنطلق قصة المسرحية، إنه هي بتحب الشهرة وبتحب تمثل وبتغني وكل هولي، بس مشكلتها إنه جاية من أم أجنبية وبي لبناني، سو ما تعودت تحكي هاي اللغة، وبذات الوقت هي انه بتلاقيها انه شوي اولد فاشن، منا ترندي يعني منا على الموضة، فبتبعد تصير رافضة انه تتعلمها لحد ما بتجي مسابقة اللي هي مسابقة النجم العربي الصغير. فيها تقدم اللي عم تعملها المدرسة، وانه بدها تقدم فيها بس ما بتقدر لانه ما بتعرف اللغة، فبتحس انه رح تخسر هون حلمها انه ما رح تقدر تشارك بهاي المسابقة. فبترجع بتقول بينصحوها رفقاتها وامها والكل انه لا انه يعني من جد وجد، واذا بدك تحققي حلمك مزبوط فيك تتعلمي بالنهايه انت من اصول عربيه والا ما تلقطي دغري، وبصير يفوت شخصيات على القصه وهيك اللي بصيروا يعلموها اللغه. حلو. فاذا الاطفال من عمر اي سنه فينا نقول بيقدروا يبلشوا يعني يحضروا هالمسرحيه؟ وين موجوده واي ساعه وكيف كل هاي التفاصيل؟ الاطفال من عمر 6 سنين ل 12 13 سنه، هالقد المسرحيه فينا نوصل لهيدا العمر يعني. والمسرحيه نحن رح نبلش فيها ابتداء من السنه الجديده، رح تكون على مسرح الاوديون، وبنرجع اكيد بنقول لكم كل التواريخ وكل شيء. امتى رح بتكون العروض كيف رح تصير؟ هي بالمبدا رح تكون مثل ما قلنا يعني للمدارس للجمعيات لا ضروري لحتى اكيد اكبر عدد ممكن من الاولاد التلاميذ انه يقدروا يعني يجوا يحضروا، لانه ما بدنا نروح اللغه أبداً. ولا نستعيد عنا بلغه اليوم جديده كمان صارت مخلوطه، يا ريت هي بس عربي او بس انجليزي او بس هي هالخلطه اللي عم بتكون موجوده كمان عم بتضيع اكثر الاولاد. بيحطوا بنفس الجمله كلمات من عده لغات وهن وصغار ما كثير بعضهم بيعرفوا يفرقوا بيفكروها انه كلها هيدي لغه وحده، فاذا ضروري انه يصير التشجيع على هالموضوع. تفضلي بدك تعلق. ايه بس بدي اعلق، بدي اقول انه نحن حتى بالمسرحيه لقيته انه مش غلط نحن ننفتح على ثقافات ثانيه ولغات ثانيه، يعني ما عم نركز كمان على هذا الموضوع، بس كمان مع التمسك بلغتنا نحن العربيه، انه ما بدنا اياها تموت، يعني هيدي شيء من تراثنا ومن ارثنا، فلازم نحافظ عليه، ولازم هيدا الوعي يبلش من نحن بصغار مش على كبر، يعني لما نكبر بتكون تاخرنا شوي يعني. فهي مثل كيف بيحافظ الواحد على وطنه على علمه على كمان على لغته لازم يحافظ طبعا. فيعني حتى انا بتمنى بصفوف التربيه او بالمدارس او يوعوا كمان الاولاد على موضوع اللغه العربيه بالتمسك فيها. هي اكيد المفروض انه تكون موجوده بهالمحلات حتى بالقوانين بالدستور. لغتنا هي اللغه العربيه، لغه الضاد مثل ما بنسميها، يمكن لانه بنقول لغه الضاد بيخافوا شوي الاولاد الصغار بينقذوا، بس هي يعني بالنتيجه مثل اي لغه، في بعض لغات ثانيه يمكن اصعب منا نحن متاقلمين معها، كمان ممكن انه واحد يشوف وبنلاقي بالنتيجه وقت يعمل هالكومباريزون انه لا بعد نحن اللغه العربيه بعدها محموله وحلوه كثير وبتعبر وفيها كثير مفردات حلوه تقدر الواحد يعبر. من هيك بالمسرحيه وبالاغاني وبالهيك بتحسي انه لا انه عم تنقال بطريقه كثير حلوه وسلسه، ف توصل دغري للولد، مش انه يجي شو عم يحكوا انه ما رح يفهم المعاني. وحسب ما فهمت انه المسرحيه هي يعني فيها هيك حبكه مهضومه، يعني كمان منا جايه بطريقه كثير عاديه، فيها حبكه كثير ذكيه ومهضومه، كثير فيها لعبه، انه اللي عم بيصير معها هو بين الخيال حلم ولا واقع، فيها وكثير مشغول على الثياب على الاكسسوار الديكور، ف كمان لأن هذا الشيء بشد الطفل الاولاد حتى يجوا يحضروا. ان شاء الله خير. لكن نرجع نعرف بالضبط امتين مع بدايه السنه الجديده امتين رح بتكون مسرحيه النجم العربي. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح ننتقل نحن وياكم حتى نتابع بشكل سريع هالجوله على صالات السينما قبل ما نتابع فقرات.